مظاهر احتفالات وديكورات دايما بنشوفها في شهر ديسمبر من كل سنة مليانة ألوان أحمر وأبيض وأخضر وهدايا وشجر كريسماس. وكتير من الناس فاكرين إن الكريسماس هو الاحتفال بالسنة الجديدة أو احتفال النيو يير، لكن في اختلاف بين الاتنين وخلط بين عيدين بيحصلوا في فترة زمنية قريبة جدا من بعض. اتفرجوا على الفيديو ده علشان تعرفوا الفرق بين الكريسماس والنيو يير. ولو انتم اول مرة بتتفرجوا على فيديوهاتنا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. الكريسماس او عيد الميلاد هو عيد ديني بيعتبر واحد من اهم الاعياد المسيحية على الاطلاق. والكريسماس او عيد الميلاد هو احتفال بيمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح، وبيقع بداية من ليلة 24 ديسمبر ونهار يوم 25 ديسمبر. لكننا بنجد ان الطائفة الارثوذكسية بتحتفل بيه من ليلة يوم 6 يناير ونهار يوم 7 يناير. والسبب في كده ان في فرق بين التقويم الميلادي او الجريجوري القديم وبين التقويم القبطي او اليولياني المبني عليه عيد الميلاد عند الطائفة الارثوذكسية بيقدر ب 13 يوم. وعلشان كده بنلاقي ان الاحتفال عيد الميلاد حسب الكنيسة الارثوذكسية في مصر هو يوم 7 يناير. وعلى الرغم من عدم ذكر تاريخ ميلاد يسوع المسيح في الإنجيل وعدم التمكن من حساب موعد ولادته بدقة، إلا أن اختيار يوم 25 ديسمبر للاحتفال بعيد الميلاد بسبب أن تقديريا بيفترض أن دي الفترة اللي تمت فيها الولادة، ولأن يوم 25 ديسمبر كان قبل المسيحية عبارة عن عيد وثني لتكريم الشمس، وبالتالي حدد آباء الكنيسة قديما عيد الشمس كموعد لذكرى ميلاد المسيح، رمزا لكون المسيح هو شمس العهد الجديد ونور العالم. وزي ما قلنا لأن الكريسماس هو واحد من أهم الأعياد المسيحية في العالم، فبنلاقي مظاهر احتفالات عديدة مرتبطة بالعيد ده، زي وضع شجرة عيد الميلاد وتبادل الهدايا وإنشاد الترانيم وتناول عشاء الميلاد وظهور سانتا كلوز أو بابا نويل، اللي على الرغم من إنه رمز غير ديني لكنه مرتبط بعيد الكريسماس. وسانتا كلوز أو بابا نويل هو شخصية خيالية معروفة غالبا بأنها رجل عجوز سعيد دائما وسمين جدا ودائم الضحك، وبيرتدي سترة حمراء بأطراف بيضاء وبيمتلك لحية كبيرة شديدة البياض. وزي ما هو مشهور في قصص الأطفال العالمية، فإن سانتا كلوز أو بابا نويل بيعيش في القطب الشمالي مع الأقزام اللي بيصنعوا الهدايا الخاصة بعيد الميلاد، وبيتنقل حوالين العالم باستخدام زلاجة بتجرها غزلان سحرية بيمكنها الطيران بسرعة هائلة، ليستطيع بابا نويل توزيع الهدايا لكل الأطفال المطيعين في العالم في ليلة واحدة. وحسب القصص برضو فإن بابا نويل بيدخل البيوت عن طريق مدخنة الدفاية أو الشبابيك المفتوحة، وبيسيب الهدايا للأطفال تحت شجرة الميلاد. وقصة سانتا كلوز دي بتعتبر قصة واقعية لأنها مأخوذة من قصة القديس نيكولاس أسقف مدينة ميرا في منطقة ليكيا في الأناضول اللي هي تركيا حاليا، واللي عاش في القرن الخامس ميلاديا، وكان بيوزع الهدايا ليلا على الفقراء والعائلات المحتاجة من غير ما العائلات دي تعرف مين اللي بيديهم الهدايا، والصدفة إنه برضو توفى في شهر ديسمبر. أما بالنسبة لصورة بابا نويل المعروفة عالميا فهي ولدت على يد الشاعر الأمريكي كليمنت كلارك مور في قصيدة الليلة السابقة لعيد الميلاد عام 1823، واللي صور فيها بابا نويل بوصف مشابه للمعروف حاليا. لكن اللي فعلا شهر بابا نويل عالميا بالشكل الموجود في كل القصص والصور المعروفة هي شركة كوكاكولا العالمية، واللي في سنة 1931 قررت تستخدم بابا نويل في حملة دعائية خاصة بيها في فترة الكريسماس. واستخدموا الرسام هاتسون سيندبلوم اللي رسم تصور لشكل بابا نويل استنادا على وصف الشاعر كليمنت كلارك مور، وفي الرسومات دي قدر هاتسون انه يصور بابا نويل بالشكل المعروف لينا النهاردة في كل مكان في العالم. أما بالنسبة بقى لاحتفال راس السنة أو النيو يير فده احتفال مختلف تماما على الكريسماس أو عيد الميلاد، وهو احتفال غير ديني عالمي بيعتبر من الطقوس الجديدة نسبيا في العالم. والاحتفال ده بيكون عبارة عن احتفال بانتهاء السنة القديمة ليلة 31 ديسمبر ودخول السنة الجديدة وهو بعد منتصف الليل ليصبح يوم 1 يناير. احتفال راس السنة بيعتبر احتفال عالمي بتحتفل بيه الناس تقريبا في كل بلاد العالم عن طريق الرقص والأغاني والحفلات ومشاهدة الألعاب النارية. وبتعتبر الإمارات العربية المتحدة هي صاحبة أكبر عرض للألعاب النارية في العالم في احتفال راس السنة، واللي بيحصل عند برج خليفة اللي هو أطول مبنى من صنع بشر في العالم،
حيث بتتوافد الآلاف من كل أنحاء العالم لمشاهدة هذا الحدث العالمي العظيم. في النهاية أتمنى نكون عرفنا الفرق بين احتفال الكريسماس أو عيد الميلاد وبين احتفال رأس السنة أو نيو يير، وشكل كل احتفال فيهم وخلفيته سواء دينية أو غير دينية، علشان نقدر نقلل الخلط بينهم بسهولة. قولولنا في الكومنتات أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو ده، ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل.